بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الكوارع الحلوه ديت اللي الناس كلها بتحبها، والنهارده حتى اللي مش بيحبها يحبها النهارده بالطريقه اللي انا هعملها لكم دي. ده عندنا كوارع هنا. انا غسلاها بدقيق وملح وميه تحت الحنفيه، وبعد كده دي تاني غسله ليها. انا نقحتها هنا في الملح بس. شايفين المية بتاعتها يا جماعة؟ وشايفين هي لونها بيضة وحلوة ازاي؟ وهنا دي عندي حلة بتغلي على النار. اول ما تغلي على النار هحط الكوارع هنا واقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. وشايفين يا جماعة البيضة وحلوة ازاي؟ انا هنا قطعتها علشان انا ما بحبهاش كبيرة خالص كده، فقطعتها كل واحدة على نصين. وكده المية هنا عندي غليت، فانا هحطها من غير اي اضافات. وهتشوفوا ليه دلوقتي معايا ان انا ليه اول مرة دي بحطها من غير اي اضافات. هحط الكوارع كلها يا جماعة وهغطيها وهتقلب قلبتين، وهرجع لكم تاني وهتشوفوا الخطوة دي انا ليه عملتها. انا هشرحها لكم دلوقتي انا ليه عملت كده ومن غير اي اضافات يا جماعة. بقول تاني، دي اول مرة يا جماعة المية بتغلي بحط الكوارع من غير اي اضافات. بعد كده هرجع لكم تاني وهحط الاضافات، بس هقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. كده انا هغطيها بقى لحد ما تقلب قلبة واحدة بس يا جماعة، هي قلبة واحدة بس يا جماعة. وهرجع لكم تاني واقول لكم. هنا دي يا جماعة اهي. كده قلبت قلبة واحدة بس. شايفين الريم اللي على الوش ده يا جماعة؟ هو انا بحط كده دي اول مرة، علشان الريم ده يا جماعة عبارة عن الزفارة اللي بتطلع من الكوارع نفسها، علشان كده في ناس مش بتحبها. فلو عملتوا الخطوة دي يا جماعة هتدعولي وهتحبوا الكوارع بعد كده. اللي مش بيحبها هيحبها، واللي بيحبها هيدعيلي بالخطوة دي. هنا هبدأ ان انا اطلعها بقى خالص من الحلة واغير المية تاني، وهشطف الكوارع من الحنفية برضو مية. وبعد كده هنبدأ نسوي بقى الكوارع، اللي هي الخطوات اللي انا هحط فيها الاضافات بقى اللي هتخليها تنقلها في حتة تانية خالص. كده يا جماعة اهوت انا بنقلها كلها، بطلعها كلها من الحلة. وبعد كده هبدأ ان انا هرمي المية دي بقى يا جماعة واغسل الحلة مرة تانية، وهجيب مية جديدة وهرجع احطها على البوتاجاز قدامكم، ونشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. اهي يا جماعة شايفين كل الريم اللي عليها ده، كل الزفارة امتصتها من الكوارع، علشان بعد كده ناكل كوارع طعمها حلو وشكلها جميل. وان شاء الله هتعجبكم، وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة منكم حلوة. لما تطلع منكم ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب كل اللي هيدوقها بإذن الله. ودي تاني مرة بقى يا جماعة مليت الحلة اهو ومستنية هنا تقلب. وبعد كده هبدأ احطها تاني. هنا المية عندي قلبت اهي. هبدأ ان انا بقى احط الكوارع مرة تانية، وهنا شطفتها اهي بالمية. بعد كده ده بقى ان انا هكمل فيها السوا كامل لحد ما تطيب. وهبدأ احط الاضافات اللي انا هوريها لكم دلوقتي، علشان هي دي الشوربة يا جماعة اللي هي هتطيب فيها. الاضافات عندي ورق لورا، وعندي هنا عود قرفة، وعندي هنا فلفل اخضر، وعندي طماطمايه وبصلايه وعندي جزرايه. واي توابل انتوا بتحبوها يا جماعه حطوها. وده السر بقى اللي انا هقول لكم عليه، اللي هو البلح. النوى بتاع البلح يا جماعه. وليه بنحطه؟ علشان يخلي الكوارع زبدة وما تكملش بتاع نص ساعة على البوتاجاز وتكون طيبة بإذن الله. وهنا هنحط معانا رشة فلفل اسود. اهو يا جماعة رشة فلفل اسود، علشان ورشة سكر كده علشان برضو يخليها زي الزبدة. دي سكر يا جماعة. انا مش هحط الملح دلوقتي، الملح بحطه في اخر مرحلة قبل السوا كده ب10 دقايق، علشان تستوي معانا بسرعة. وان شاء الله جربوا تكة النوى بتاع البلح دي يا جماعة، هتخليها لكم زبدة هتطيب بإذن الله خلال بتاع ساعة إلا ربع كده، مش هتكمل ساعة كمان. هي بالكتير قوي نص ساعة، ساعة إلا ربع.
اهو يا جماعة كده انا رجعت لكم بعد مرور نص ساعة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الشوربة بتاعتها دسمة ازاي؟ شايفين المية بتاعتها الشوربة بتاعتها رايقة ازاي؟ شايفين يا جماعة الكوارع نفسها بيضة وحلوة ازاي وتجيب النفس وتفتح النفس كده يا جماعة. واهو يا جماعة بوريها لكم الطيبان بتاعها اهي، هي كده نص سوا علشان ابدأ احط الملح بتاعي. شايفين الشوربة يا جماعة؟ شكلها يفتح النفس ورايقة ازاي وجميلة، علشان الخطوة بتاع اللي هي عملتها في الاول، اللي هي غليتها في مية بس كده، وبعد كده غيرت الشوربة. شايفين الخطوة دي يا جماعة؟ هنا بوريكم ان ازاي اعرفها ان هي تستوي، ان العضماية بتاع الرجل نفسها تبان. اي اول ما تشوف العضماية دي يبقى كده ان هي استوت يا جماعة. بدأت احط الملح اهو، وبعد كده اغطيها تاخد 5 دقايق كمان، وبعد كده هقفل عليها وهاجي هغرفها معاكم دلوقتي يا جماعة. شايفين الشوربة رايقة ازاي ودسمة ازاي؟ بألف هنا وشفا ان شاء الله هتشربوا احلى شوربة كوارع بإذن الله. هنا بقى هبدأ ان انا اغرفها معاكم كده. خلاص هي طابت وخدت الملح بتاعها والحياء بتاعها بقى جميل اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو يا جماعة. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت رشة حبهان مطحون، واللي ما عندوش مطحون يحط عادي حبتين كده، بس انا بصراحة ما كانش عندي سليم فكان عندي مطحون بس حطيت رشة. وهنا هبدأ ان انا اغرفها معاكم اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده بيضة وحلوة والشوربة بتاعتها دسمة. وان شاء الله عايزة منكم دعوة حلوة اهو يا جماعة، ان شاء الله هتعملوها وتعجبكم. واستنوا معايا يا جماعة كملوا لآخر الفيديو علشان انا عاملة منها مفاجأة هتعجبكم ان شاء الله. للناس اللي هي ما كانش بتحب الكوارع هتحبها ان شاء الله بالطريقة التانية، علشان انا عاملة النهاردة طريقتين ليها. الطريقة اللي هي الاولانية اللي هي ديت اللي هي المسلوقة، وبعد كده هعمل معاكم الطريقة التانية ان شاء الله. اللي مش بيحب ديت هيحب التانية، وان شاء الله اللي مش بيحب التانية هيعشق الاولانية. يعني في المرحلتين هتحبوها بإذن الله. ودي بقى اللي هو الجزء التاني يا جماعة اللي هو هعملها لكم مشوية. هنا معلقة صلصة عليها رشة ملح وفلفل وشوية زيت واي بهارات عندي انتوا تحبوها. هبدأ ان انا اجيب الكوارع طبعا بحطها في صينية وبدهنها كده الخليط اللي انا قلتلكوا عليه ده، وبعد كده هبدأ احطها تحت الشواية تاخد وش تشوي كده يا جماعة، تاخد وش ذهبي وحلو. وبعد كده هبدأ اقول لكم على الخطوة اللي بعد كده ايه. وانا حطيت هنا سنة شطة كده خفيفة مع الصلصة علشان احنا بنحب الحاجات سبايسي اهو كده. خدت وش يا جماعة ذهبي وجميل. شايفين تحت الشواية هي خدت وش بس. ابدأ اقلبها الجنب التاني علشان برضو تاخد وش شوي برضو الجنب التاني اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. في ناس ما بتحبهاش علشان بتبقى شكلها مسلوق كده ويعني هما مش بيحبوها كده. فان شاء الله لو جربوها بالطريقة دي مش هيحبوها، ده هيعشقوها. الناس كمان اللي هي مش بتحبها وبتقولك لا مش بحب الكوارع، لا لو جربوا الطريقة دي يا جماعة هيدعولي وان شاء الله هتعجبهم وهيدمنوا الطريقة دي بإذن الله. بس انتوا جربوها وامشوا على الخطوات اللي انا بقول لكم عليها، وان شاء الله هتاكلوا احلى كوارع كلتوها قبل كده. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم باذن الله. وعايزه منكم لايك بقى، وعايزه منكم دعوه حلوه اهو يا جماعه كده. خلاص دي اخر مرحله. هبدا اجيب اي حاجه خضرا عندي وهبدا اغرفها لكم. هنا شايفين الشكل ذهبي وشكلها مشوي ازاي يا جماعة؟ شكلها يجيب النفس. ولا الريحة بقى ما اقول لكمش ريحتها جايبة اخر الشارع زي ما بيقولوا اهو يا جماعة. بألف هنا وشفا للي يجربها اهو يا جماعة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. النهاردة عملنا لكم الكوارع بطريقتين ان شاء الله. اللي ما بيحبش المسلوقة يجرب اللي هي المشوية اهو يا جماعة، واللي بيحب برضو المسلوقة يجرب المشوية هتعجبكم ان شاء الله. الصنفين بإذن الله جربوه وان شاء الله مش هتندموا اهو يا جماعة. شايفين الطبق بيتحدث عن نفسه
ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة حبايب قلبي.